بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية. ممكن هنتكلم طبعا مع بعض على ماتش الأهلي واللي حصل امبارح والجدل التحكيمي اللي حصل في الماتش. هو مبدئيا احنا الحمد لله ان احنا كسبنا. طبعا ما كناش ناقصين كوارث ان الأهلي كان يتعادل او كان يخسر او كانت تحصل اي مشكلة، ولكن الحمد لله ربنا يعني كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب ونفوز، بالرغم ان سيراميكا اصلا يعني ما كانش مقفل، ما كانش يعني الخصم الصعب اللي هو انت تستصعب ان انت تجيب في جون مثلا او تكسب. انا ما اعرفش الماتشات اللي فاتت احنا كنا بنتعادل ازاي، يعني انا نفسي ما كنتش اعرف ان الاهلي بيتعادل ازاي. الماتش سهل والماتش بسيط والكرة سهلة. انت لما لعبت امبارح لعبك الى حد ما ادائك كان كويس، مش هقول لك الاداء كان احسن حاجه، لان في ناس اهلاويه شايفه ان الاهلي امبارح عمل ماتش جميل. انا عكس الناس دي كلها، انا شايف ان الاهلي عمل ماتش عادي جدا. مش ده الماتش اللي هو اداء يعني مميز قوي، ولكن المميز في الماتش ان احنا كسبنا. طبعا الحمد لله ان احنا زي ما بقول لك احنا كسبنا، والاداء يعني واحده واحده هيبدا يتظبط، وان كنت اتمنى ذلك. ولكن خلينا نبدا قبل الماتش ما يبدا وتريزيجيه بيسخن، فطبعا الجمهور ارفع ايدك يا تريزيجيه، ارفع ايدك، جمهور الاهلي سيدك والاهلي هو سيدك والكلام ده كله. فالراجل بطريقه ايجابيه استجاب، يعني ما حاولش يعمل صدام مع جمهور النادي الاهلي لان هو يعلم قيمه جمهور الاهلي. فبدا يروح للجمهور وراح معاه كابتن وليد صلاح الدين كدعم ليه، وشاور للجمهور وعلى دماغه واعتذر. وحركه بصراحه ما كانش ليها سبب، ولكن خلاص هو الراجل اعتذر وعافى الله عما سلف عشان يجي تريزيجيه يلعب الماتش. ودي حاجات ايجابيه من وليد صلاح الدين انا هتكلم عليها. عشان يجي تريزيجيه يلعب الماتش ويتالق واحرز هدف لما لعب للفرقه، لكن لما بيلعب عشان يعمل مجد شخصي لنفسه، انتوا كنتوا بتشوفوا مستواه كان عامل ازاي في الماتش. كان بيضيع كور قد ايه وبيضيع الاهلي قد ايه. فلما بدا يلعب لنفسه، بدأ يلعب للأهلي آسف، بدأ مستواه يبان وجاب أحرز هدف امبارح. ارتو بقاله فترة بيكافح عشان يجيب هدف ارتو، فالحمد لله ان هو جاب الهدف وكسبنا الماتش لما لعب لصالح النادي الأهلي مش لنفسه. ويمكن اللي حصل ده كان فوق ليه تفوقه ان هو يعرف انه بيلعب في النادي الأهلي، مش بيلعب في اي نادي. ما هو انت مش هتنزل تلعب لنفسك، النادي ما اسموش تريزيجيه، النادي اسمه الأهلي. فدي كانت لقطه ايجابيه ان هو راح يعتذر للجمهور عشان هو عارف قيمه الجمهور. ودي يمكن حاجه كانت كويسه من الجمهور، ان الجمهور يعني ايه، يشبحه ويطلع ينتقده على اللي هو كان بيعمله في الملعب. فالحمد لله ان احنا كسبنا. طبعا نيجي لوليد صلاح الدين قبل ما اخش بقى على الاخطاء التحكيميه والتدليس الزملكاوي. نيجي لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين عمل بتاع 3 4 حاجات كده، انا بالنسبه لي شايفهم ان هم حاجات مميزه جدا. اول حاجه لما راح مع تريزيجيه للجمهور كداعم ليه، ان هو عشان خاطر يعني ياكد ان الراجل غلطان وبيتاسف وان هو عارف قيمتكم والكلام ده كله، فدي حاجه ايجابيه تحسب ليه. ثانيا الراجل لما كان قاعد على الدكه ما كانش قاعد حاطط رجل على رجل وحاطط ايده كده وقاعد بيتفرج زينا، لا ده كان قاعد بيوجه اللعيبه اللي كانت قاعده، وواقف طول الماتش على رجله بيوجه في اللعيبه وبيكلم لعيبه الدكه. ثم كان واقف على الخط بيضغط على الحكم وبيتكلم مع مساعدين الحكم وبيشاور للحكم، وفي يعني اللعيبه شايفاه واقف مش ساكت، اللعيبه شايفاه واقف على الخط بيتحرك، عكس ناس بدون ذكر اسمها بيبقوا قاعدين ما بيتحركوش من مكانهم وبيتفرجوا على الماتش زينا زيهم. فدي حاجه كويسه من كابتن وليد صلاح الدين، ان هو قاعد بيدي تعليمات، ان هو عايش معاهم الماتش ودايما يعني بيوجههم، عكس غيره اللي كان بقول لكم قاعد على الدكه ما بيعملش اي حاجه. ثم ان هو اللعيبه لما كانت بين الشوطين في الممر كانوا بيتكلموا مع بعض وعاملين دايره وبيتكلموا، هو واقف على مدرج او على سلم بيدعمهم وبيوجههم وبيعرفهم ان هو موجود في ظهرهم وبيساندهم. فدي حاجه كويسه من الكابتن وليد صلاح الدين. انا ما كنتش بشوفها حد يعني كان ممكن حد ما كانش في حد بيهتم بالتفاصيل دي، ان هو يبقى واقف معاهم في الممر وهم نازلين بين الشوطين ويديهم تعليمات ويبدا يتكلم معاهم. فدي حاجه كويسه ان الكابتن وليد صلاح الدين كابتن طبعا من كباتن النادي الاهلي وواحد من اساطير الاهلي، اللي انا شخصيا زي ما قلت لك في بدايه لما اتعين انا بحبه واتمنى ان هو ينجح في المكان ده، لان انا عايزه يكمل عشان الاهلي
هيستفيد منه فنيا على فكره جدا، ليه رؤيه يعني في الكوره فنيه كبيره، فاكيد الاهلي هيستفيد منه، ده هينعكس على الفريق. فانا اتمنى له ان هو ينجح ويكمل معانا. هو انا اصلا يعني انا بحب النادي الاهلي، فاي حد بيخدم الاهلي انا هشيله على دماغي من فوق، هحس ان هو بيخدمه بحب. لا انت على دماغي يا كابتن وليد صلاح الدين، واتمنى ليك النجاح والتوفيق في الموضوع ده يعني مع الاهلي. المهم طبعا الاخطاء التحكيميه بقى اللي حصلت امبارح هنتكلم فيها بالتفصيل. الزملكاويه المدرسين والتدليس كالعاده، عشان بس لما اقول لكم ان استحاله الافكار بتاعت الزملكاويه دي تكون طالعه من دماغهم، هي اكيد طالعه من فتحه تانية، ما بيحدش بيصدقني. فالزملكاويه امبارح مسكوا سابوا طبعا في اول 10 دقايق. هنتكلم الاول، هم اتكلموا على كره سيراميكا والدفع بتاع لاعب الاهلي للاعب سيراميكا جوه ال 18. طبعا اللاعب ما كانش منفرد بمحمد الشناوي وما كانش جوه السكس ياردة، تمام. فحصل دفع وليهم ضربه جزاء صحيحه. الحكم الفار بعت لحكم الساحه اللي هو ابو الوفا ولا وفا ده عشان يبص على اللعبه، فالراجل قال ما فيهاش حاجه بالرغم ان هي ضربه جزاء احقاقا للحق. تمام. بنفس منطقك ايها الزملكاوي المدلس اللي بتقول ان الاهلي كسب امبارح الماتش بالحب وبالحكام، يا ايها الزملكاوي المدلس تعالى اول 10 دقايق في الماتش الاهلي كان ليه ضربه جزاء بتاعت طاهر محمد طاهر لما انفرد بالمرمى وكان جوه السكس ياردة وتم دفعه او شده من مدافع سيراميكا ووقع، وضربه جزاء صحيحه. مجدي طارق الحكم المدلس اللي مرضاش يقول الحق ولا رضى ينادي على الحكم عشان يبص على الكوره ولا حس ولا خبر ولا كأن مفيش حاجه حصلت. لكن في لعبه سيراميكا بعت له اوام تعالى شوف ده في ضربه جزاء على الاهلي والحكم خايب ظنه. انا من وجهه نظري بقول ان دي من قله خبره، لان الحكم اول مره يعني يحكم ماتش للاهلي، فدي قله خبره لان هي ضربه جزاء صحيحه. ولكن كان في ضربه جزاء لطاهر. ثم الكره الثانيه بتاعت بن شرقي اللي عملها عرضيه وجات في ايد مدافع سيراميكا، فدي ضربه جزاء برضه. فانا كده ليا ضربتين جزاء في الماتش. فالزملكاوي المدلس عمل ايه؟ ساب الضربتين جزاء السلام الصحاح 100% بتوع الاهلي وراح متكلم على الكوره بتاعت سيراميكا. فانت لو زملكاوي عندك ضمير وبتقول الحق وزملكاوي ساوي كده نضيف من جوه وسالك عشان ربنا يسلك لكم طريقكم، كنت جيت قلت ايه؟ لا والله ده الاهلي ليه ضربتين جزاء والحكم ما شافهمش، وضربه الجزاء بتاعت سيراميكا ما اتحسبتش. فما تقولش ان دي بسبب الاهلي، قول لا ان الحكم عنده اخطاء. يا ايها الزملكاوي لو انت بتقول الحق تقول اشمعنى الحكم راح يراجع لعبه سيراميكا، اشمعنى حكم الفار نادى على ابو الوفا بتاع حكم الساحه ولا اسمه محمود وفا ونادى عليه عشان يشوف لعبه بتاعت سيراميكا وما ندهش عليه يشوف اللعبتين بتوع الاهلي. ولكن انت عشان مدلس والاهلي دايما، فانت مش عايز مش هتقدر تقول الحق لان انت ما بتقولش الحق الا من رحم الله. يعني في بعض الزملكاويه المحترمين طلعوا امبارح وقالوا لا ده الاهلي ليه ضربتين جزاء، الزملكاويه المحترمين. انما الزملكاويه المدلسين سابوا الضربتين الجزاء ومسكوا في لعبه سيراميكا. فانت لو حقاني هتقول ايه؟ هتقول لا والله ازاي ده فعلا التحكيم جه على الاهلي، مش ما كانش في صالح الاهلي، ده التحكيم جه على الاهلي ان ليه ضربتين جزاء وما اتحسبوش، والحكم راح يبص على لعبه سيراميكا بالرغم ان هو ما رضاش يبص او الحكم الفار ما استدعاهوش يبص على اللعبتين بتوع الاهلي. فطبعا انت عشان يعني زي ما بقول لك زملكاوي مدلس ما بتقولش الحق، مش هتقدر تقول كلام زي ده، مش هتقدر تعترف بالحق وتقول ان الاهلي اتظلم في ماتش امبارح انه ليه ضربتين جزاء ما اتحسبوش. فانت مش هتقدر تقول الكلام ده، ولا تقول ازاي الحكم الفار ما نداش عليه في لعبتين بتوع الاهلي ونده عليه في اللعبه بتاعت سيراميكا. فزي ما قلت لك انت مش هتقول الكلام ده. ولكم ان تتخيلوا يا ايها الاهلاويه المحترمين المثقفين ان طارق مجدي الاهلي لحد الان لاعب 6 ماتشات في الدوري. طارق مجدي لعب حكم 3 ماتشات للاهلي من ال6 ماتشات، وال3 ماتشات اللي حكمهم حصل فيهم جدل تحكيمي كبير. طبعا انتوا عارفين ليه؟ لارضاء
اصحاب الرداء الابيض ابو خطين، وارضاء لاصحاب الرداء الازرق اللي هم الاسيوطي بيراميدز والاسيوطي سابقا. فانا مش بقول مؤامرات عشان ما فيش زملكاوي يطلع يقول لي ايه انت بتقول ان انتوا عليكم مؤامرات زينا اهو. لا، انا ما بقولش في مؤامرات، انا ما بقولش ان في مؤامرات، والدليل هقوله لك. ولكن انا اتعرضت لظلم تحكيمي فلازم اتكلم. انا ما بطلعش اقول لك ان احنا مش مظلومين بس بندعي المظلوميه عشان ناخد حق مش حقنا، او ناخد حق او ناخد اكتر من حقوقنا. لا، انا اتعرضت لظلم تحكيمي في الماتش بتاع امبارح، فطالع اتكلم عليه واقول لاداره الاهلي ان هي لازم تتقدم ببلاغ للجنه الحكام ان ابو الوفا ده ولا وفا ده وطارق مجدي لازم يتم التحقيق معاهم في اللي حصل امبارح، لان انا اتظلمت في الماتش. فانت كزملكاوي مش هتقول الحق. طيب الاهلي لما كان في المركز ال16 او الاهلي في المركز ال16، هل شفت اهلاوي طلع قال ان في التحكيم بيظلمنا وان الحكام جايه في صف الزمالك علينا وان في مؤامرات بتتعمل علينا؟ لا. طبعا دلوقتي الزمالك في اول الدوري متصدر الدوري، هل شفت في زملكاوي اتكلم عن المؤامرات او ان التحكيم بيظلمهم؟ لا، مش هيتكلم. دلوقتي التحكيم حلو وبعسل وبسمسم عشان هو اول الدوري. انما تعالى كده لما يخسر الدوري هيطلع يقول لك ايه؟ مسرحيه 100 كالعاده، ويطلعوا يحزقوا ويسيحوا ويعيطوا ان الاهلي بياخد الدوري بالحكام، بالرغم ان انا ذكرت لك اهو الحكام بتعمل ايه مع الاهلي وقربهم ماتش امبارح. فانت كزملكاوي عمرك ما هتقول الحق. انت دلوقتي مرتاح، هو يعني كنادي الزمالك او كجماهير الزمالك مبسوطين ان هم اول الدوري والاهلي بعيد. استنوا بس لما الاهلي يقرب يبقى مركز تاني، اتفرج الزملكاويه ركابهم هتعمل ازاي. ان الزمالك يبقى الاول والاهلي بعديه وخلاص بقى الاهلي هيطلع المركز الاول، تبص تلاقي الزملكاويه ركابهم بتخبط في بعض. ليه؟ ما الاهلي هيقرب. انما هم دلوقتي هم مطمنين وبيلعبوا بقى ايه، فاهم انت، باريحيه. انت الاهلي لسه بعيد، اول ما الاهلي هيقرب هيبقى مركز تاني، اتفرج ايه اللي هيحصل. لا 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 لا، هتلاقي ايه، ركابهم بتخبط في بعض يا معلمي، انت فاهمني، من الرعب والخوف. تقوم جاي انت بقى تخسر الدوري، هيطلع بقى يقول لك المسرحيه 100 ومليون في المية والاهلي بيكسب بالحكام، بالرغم ان الاهلي امبارح اتعرض لظلم تحكيمي. يا مدلس قول الحق، قول ان الاهلي ليه ضربتين جزاء يا مدلس، وان التحكيم ظلم الاهلي في ماتش امبارح وما اداهوش حقه في ضربتين جزاء. لا، هو الاهلي بيكسب بالحكام. فكده كده رايك لا يعنيني يا ايها الزملكاوي البائس من حياتك انت وفريقك. هي مساله وقت وهتتكعبلوا وهنسمع صياحكم وحزقكم ان الدوري الاهلي بياخده بالتحكيم وان الحكام بتجامل الاهلي. ساعتها هقول لك تعالى وام خزوق عينيك المدلسه دي يا ايها الزملكاوي المدلس. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. معلش احنا امبارح لما اتكلمنا على الماتش بتاع الاهلي اتكلمنا عن اللي حصل في الماتش وبعض الاخطاء وبعض مش عارفه ايه، انما كان لازم نعمل حلقه تانية عشان نتكلم فيها عن التحكيم وعن التدليس الزملكاوي. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد، وان شاء الله الدوري في الجزيره. وكده كده يا زمالك عامل فيها بطل وانت بتاع بليله، وكده كده الدوري في الجزيره. سلام.